بيان إلى الرأي العام. تواصل الفصائل المرتزقة التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق شن الهجمات وفرض حصار خانق على مدينة كوباني وريفها منذ أكثر من أسبوع، وذلك ما أدى إلى فقدان المواد الأساسية من الأغذية والأدوية ومياه والكهرباء والمحروقات، وتهجير سكان عدد من القرى في ريف المدينة، مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية كبيرة تستوجب تدخلا عاجلا. تأتي هذه الهجمات التي تتعرض لها مناطقنا تزامنا مع الذكرى السنوية 11 لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش، حيث خاضت وحدات حماية الشعب والمرأة مقاومة بطولية أدت إلى إلحاق الهزيمة الساحقة بالمجموعات المرتزقة. وكانت مدينة كوباني البداية التي انطلقت منها حملات التحرير وتخليص المنطقة والعالم من أعتى وأشرس التنظيمات الإرهابية المتمثلة بداعش. اليوم تتعرض مدينة كوباني التي حاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع للهجمات والحصار أمام مرأى العالم أجمع، وهي حرب لا تختلف كثيرا عن تلك التي شنتها داعش، وذلك ما يضع المجتمع الدولي أمام واجب ومسؤولية أخلاقية للتدخل العاجل في مواجهة هذه الحرب الهمجية. يواصل أبناء شعبنا المقاومة بإصرار وبطولة وبروح مقاومة كوباني التي دحرت أعتى التنظيمات الإرهابية، وبذات الإرادة التي حققت ذلك الانتصار العظيم تكتب اليوم فصول جديدة من المقاومة في ذات المدينة. نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات إذ ندين هذه الهجمات والحصار المفروض على مناطقنا، نؤكد بأنها لن تثنينا عن المقاومة والنضال حتى تحقيق أهداف ثورتنا في الحرية والعيش بالكرامة. وسنواصل في إطار النفير العام تنظيم الصفوف وتصعيد المقاومة بكافة الإمكانيات والسبل المتاحة. كما نناشد الكرد في كافة أجزاء كردستان والمهجر الوقوف إلى جانب مقاومة شعب روجافا والانضمام إليها، لأن الحرب التي فرضت على مناطقنا هي حرب وجودية. وكذلك نوجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل وفك الحصار عن مناطقنا والضغط على الحكومة الانتقالية لوقف هذه الهجمات وإيجاد حل سياسي للوضع الراهن. النصر لقضيتنا، الشفاء العاجل للجرحى، الرحمة لشهدائنا الأبرار. الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات، كوباني، 25 كانون الثاني 2026. بيجي برخدانا كوباني، بيجي برخدانا كوباني، بيجي برخدانا كوباني، بيجي برخدانا كوباني.